يا دكتور دايما بلاقي حاجه اسمها جامي سمايل او الضحكه اللثويه، عباره عن ايه؟ جميل. بص بقى، الجامي سمايل ده او الضحكه اللثويه من اسمها ضحكه لثويه. يعني المريض لما بيضحك بتلاقي لثه، الضحكه عباره عن لثه. يعني ايه لثه؟ يعني المفروض المريض لما بيضحك المفروض ربنا خالق تناغم وتناسق بين الشفه اللي فوق وبين حجم اللثه وبين الجزء اللي ظاهر من الاسنان. تمام. فلو حصل اي خلل في المنظومه دي كلها بيبان شكل جمالي مش حلو. والموضوع ده بيسبب ازمه نفسيه للمريض جامد جدا، وخصوصا الستات الفيميلز. ليه؟ انت لما يجي يحصل بينك التقاء مع شخص او اي حد قدامك، انت بتبص على حاجتين: عينيه وبقه، او عينيه واسنانه. والسنان بالذات اكتر من العيون، لان السنان بتلفت النظر جامد. لو لقيت سنانه حلوه بتتكلم وتعمل كومنت مع حد تاني، بص سنانه عامله ازاي. لقيت سنانه وحشه او مسوسه او مكسوره او شفته فيها حاجه، فبتلاقي الموضوع ملفت بالنسبه لك. فعشان كده الجامي سمايل هي ضحكه لثويه، اللثه بتبان اكتر من الحدود الطبيعيه ليها. تمام. دي بتأزم المريض. طب دي ليها اسباب كتير طبعا. انت مثلا بالنسبه للضحكه اللثويه ممكن يكون من ضمن اسبابها الاسنان نفسها قصيره. يعني الاسنان بتاعت ربنا اللي خليها قصيره، الاسنان المفروض يكون ليها طول معين بينها وبين اللثه. تمام. وفيها تناسق مع الشفه اللي فوق، فممكن تكون الاسنان قصيره او الاسنان متاكله، فيبان ان السنان قصيره تديك شكل الجامي سمايل. ممكن تكون اللثه متورمه، اللثه وارمه شويه فتغطي جزء كبير من السنه، فيصبح جزء من اللثه كبير قوي ظاهر، فمديك برضو نفس المنظر ده. ممكن تكون الشفه اللي فوق برضو ربنا خالقها بطول معين. لو هي اقصر بتعمل شكل الجامي سمايل، لو هي اطول هتعمل شكل مش حلو زي الفنان فريد الأطرش زمان الله يرحمه. يعمل كده، اللي هو الشفه مغطيه اسنانه. وانا صغير كنت فاكر ان هو اصلا خلع سنانه اللي فوق، ما عندوش سنان فوق اصلا. فهو ده المشكله، مشكله اللثه. الشفه اللي فوق لازم يكون ليها طول معين، لا اقصر ولا اطول. برضو ممكن يكون في عندك فرط في الحركه بتاعه عضلات الشفه اللي فوق، بيبقى الحركه بتاعتها فيها فرط جامد قوي، فممكن تخلي اللثه او الشفه تطلع بزياده قوي لفوق، تكشف كتير من اللثه. الحاجه الاخيره عظم الفك. ممكن يكون عظم الفك فيه بروز شويه او زياده شويه، فطبيعي اللثه هتغطي العظم الزياده، فهتلاقي فيه ضحكه لثويه واللثه ظاهره بكميه كبيره، بس هي مش مشكله لثه، هي مشكله عظم. حل الموضوع ده طبعا زي ما انا قلت هو بيسبب ازمه نفسيه كتير قوي، الناس بتتكسف تضحك، بتغطي وشها، بتلبس ماسكات. عشان تحل الموضوع ده من تفاصيله بتشوف السبب الرئيسي في المشكله. يعني مثلا لو كان عندك المشكله ان اللثه نفسها زياده شويه، ممكن تتقص بجراحه بسيطه بحيث تظبط طول اللثه مع طول الاسنان. لو كانت عندك الاسنان مثلا هي اللي قصيره شويه او فيها تاكل، بتركب ساعتها تركيبات على الاسنان بقى، سواء بريدج بقى او كراونز، يعني التركيبات الثابته يعني بالتفاصيل المظبوطه، بحيث تطلع لون شكل السنان طويل ومظبوط مع اللثه نفسها. لو كان عندك مشكله في الشفه نفسها بتعمل لها جراحه بسيطه بحيث يبقى نازله للطول الطبيعي بتاعها، الطول مثلا اللي يغطي جزء من اللثه ويكشف الجزء المطلوب مع السنان. لو في فرط في الحركه مثلا بتاع الشفه، ممكن نعمل مثلا البوتوكس والفيلرز، بتحل مشاكل كتير، بتقلل فرط الحركه بتاع العضلات نفسها، فيخلي الشفه بالطول الطبيعي. اما بقى لو كان مشكله عظم الفك، طبعا دي تبقى دكتور جراحه وجه وفكين، بيبتدي بقى يشيل العظم الزياده وينسق الموضوع للناحيه الجماليه بتاعته تاني. بس ده باختصار يعني.